من سنة 48 وبداية تنفيذ تأسيس دولة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والصهاينة كان عندهم حلم التوسع بأكبر قدر ممكن، وطبعا مصر كانت من خططهم. ولكن ده ما كانش الحلم الوحيد، لأن من سنة 48 لحد النهاردة بيحاولوا ينفذوا أكبر حلم ليهم، هو تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء. وطبعا ده مش هيحصل عن طريق المواجهات المباشرة أو الحروب أو ما شابه يعني، وكان القرار إرهاق مصر داخليا عن طريق مؤامرات وعمليات تخريب، زي تلويث الآبار المصرية وتزوير العملات والطوابع وترويج المخدرات واغتيال شخصيات سياسية وعمليات تجسس. وبالمناسبة مفيش ولا عملية نجحت فيهم. وخلينا نعرف أشهر العمليات الفاشلة اللي ارتكبها الموساد لمصر. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدأ. أنا عصام عبد الحميد وده المفيد. في كتاب إسرائيلي للكاتب يوسي ميلمان اتنشر، ذكر فيه أشهر العمليات الفاشلة اللي دبرها الموساد. في مايو 48 اتقبض على جاسوسين إسرائيليين قرب آبار مياه في غزة، ديفيد مزراحي وعزرا هورين. في البداية كانوا ناس عاديين خالص، عرب بلبس بدوي، ولكن اترصدوا من المخابرات المصرية واتقبض عليهم ولقوا معاهم سائل بيحتوي على نوع من البكتيريا السامة. وبعد الضغط عليهم اعترفوا ان تم تدريبهم من الموساد، وكان الغرض هو تلويث المياه بالمادة اللي كانت كفيلة تسمم أي حد يشرب من الآبار دي. ومن بعدها ما كرروش النوع ده من العمليات. الأسلوب ده من العمليات ما كانش جديد، خصوصا إنه كان بيتنفذ في الحرب العالمية الأولى والتانية عن طريق نشر الأمراض والتلوث الكيميائي والإشعاعي وكل اللي شبه الكلام ده. في فصل تاني من الكتاب كان من ضمن العمليات اللي حاول فيها الموساد تدمير مصر هي عملية في محاولة ضرب الاقتصاد المصري عن طريق تزوير فلوس كتير ونشرها في مصر عشان تخلق حالة من التضخم المالي وبالتالي انهيار الاقتصاد، وإحراج الرئيس جمال عبد الناصر قدام الشعب والعرب عموما. ولو انت مذاكر كويس هتعرف ان الفكرة دي مقتبسة من هتلر لما قرر انه ينفذ نفس الفكرة ضد بريطانيا في الحرب العالمية التانية عشان يوقع اقتصادها بنفس الطريقة. هي طبعت الفلوس بكميات كبيرة ورميها بالطيارات فوق أراضي لندن، ولكن العملية ما اتنفذتش بالخطة دي. في حلقة كاملة عن العملية دي بالتفصيل على القناة لو حابب تعرف تفاصيل أكتر عنها. وطبعا من اللي هتلر عمله في اليهود فالراجل كفى ووفى، لدرجة انهم بقوا ياخدوا منه افكار وينفذوها لاعدائهم، ولكن العملية فشلت برضه على مصر. طبعا لا تلويث مياه نافع ولا ضرب اقتصاد نافع، مفيش غير انهم يدخلوا جواسيس جوه مصر علشان ينفذوا المطلوب، سواء كانت عمليات تخريب او حتى عمليات جمع معلومات. لا يا باشا، ده احنا لسه هنعلي. وفعلا بدأ الموساد انه يدرب شوية جواسيس، لكن كان في واحد كده لفت انتباهه، جاسوس اسمه ثيودور جروس. اتولد في المجر سنة 1920 ووظيفته الأساسية كانت مغني أوبرا في إيطاليا والمكسيك. كانت في وقت الحرب العالمية الثانية. وبعدين سافر جنوب أفريقيا واتطوع في الجيش هناك، وبعدين سافر على بريطانيا وسمى نفسه تيد جروس، وبرضه اتطوع في الجيش البريطاني. وبعدها بفترة اكتشف بطريقة ما يعني إن ليه أصول يهودية. طبعا أنت أكيد عرفت هو عمل إيه، فراح مسافر للأراضي المحتلة الفلسطينية. هو نفسه ما كانش عارف هو عايز ايه، دماغه مش مريحاه. شخص زي ده مذبذب كان لقطة بالنسبة للموساد، عجينة طرية هيشكلوها زي ما هم عايزين، وقد كان. واتطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللي خلى الموساد يتمسك بيه أكتر براعته في اللغات. كان بيتكلم إنجليزي وإيطالي وأسباني وألماني وفرنسي، طبعا بحكم سفره المستمر ما كانش راسي في حتة، غير إنه كان بيتاجر في المخدرات من وقت ما كان في إيطاليا. طبعا مفيش بعد كده، الراجل مفيهوش غلطة، جاسوس مثالي. واسمه اتغير للمرة التانية من تيد كروس وقت ما كان في الجيش البريطاني لديفيد ماجن. مهمة ديفيد كانت تجنيد جواسيس واغتيال شخصيات سياسية في مصر. وفعلا سافر ديفيد لمصر سنة 48 وبدأ انه يتواصل مع شباب يهود في مصر عشان يجندهم. وقبل ما تسأل وتقول ازاي سافر بالسرعة دي من غير تدريب كفاية، هجاوبك واقول لك ان قبل ما يروح اسرائيل وقت ما كان مجند في الجيش البريطاني اشتغل فترة في الاستخبارات، ولما اكتشف اصوله اليهودية قرر انه يهاجر لأصله. المهم خلينا نكمل. ماجن فعلا قدر يجند 5 شباب يهود واقنعهم بالعمليه، ووعدهم ان بعد ما تتم العمليات اللي هو جاي عشانها هيهربهم بره مصر بجوازات سفر مزوره. ومفيش، وبعد ايام قليله ماجن رجع لاسرائيل تاني وقال ان العمليه فشلت. طب ايه تفسيرك للرجوع قبل ما تنفذ المطلوب؟ مفيش تفسير. طب اقعد شويه في البلد واخترع اي تفسير لرجوعك. قال لك لا، هرجع دلوقتي. خلاص بقى براحتك، استحمل. لأن التفسير ده خلى الموساد يشك فيه ايه اللي رجعك بالسرعة دي. ولكن وقتها ماجن فسر رجوعه المفاجئ انه ما خدش الفلوس الكفاية عشان ينفذ المطلوب. وبعد كده اكتشفوا انه كان شغال مع المخابرات الإسرائيلية عشان تكون ستار ليه في شغله الأساسي، وهي تجارة المخدرات. ودي ما كانتش أول مرة، لأن بعد كده برضه اكتشفوا انه كان بيبيع المخدرات برضه في إيطاليا وهو شغال معاهم. ولكن بصراحة كان شايف شغله في إيطاليا،
يعني تجارته ما كانتش بتعطل مهمته اللي هي تجنيد العملاء. يعني الراجل كان مشغل الشغلانة من كل ناحية، ما بيعطلش. ما انت مجند تاجر مخدرات مش عالم كيمياء، فما تستغربش لما يبدي مصلحته على مصلحتك انت كجهاز مخابرات. ولو كل اللي فات ده مفاجأة بالنسبة لك، طب خليني اديلك القضية. لان في سنة 52 اتعرف ان ماجن كان عميل مزدوج، بمعنى انه كان شغال مع المخابرات المصرية والاسرائيلية في نفس الوقت. ولكن مفيش حاجة مؤكدة بتثبت انه اشتغل مع المخابرات المصرية. بس السبب الرئيسي لقراره ان هو يشتغل مع المخابرات المصرية هو انه حب بنت من العيلة المالكة اسمها أمينة نور الدين، وعرض على المخابرات المصرية انه يشتغل في التجسس ضد اسرائيل بس عشان يفضل معاها. ولكن بعدها رجع تاني اسرائيل واتحاكم واتسجن باعتباره خاين للموساد، ومات في السجن سنة 73. نيجي بقى لمحاولة تانية للموساد في محاولة تدمير مصر. بعد تأميم قناة السويس واتفاق الحكومة المصرية مع بريطانيا على جلاء كل القوات البريطانية من مصر، فطبعا الصهاينة خافوا من ده يحصل، اللي هو ازاي ان الدولة الوحيدة اللي ادتهم امل انهم يأسسوا دولة لليهود من خلال وعد بلفور تنسحب من مصر بسهولة كده وتسيبهم لوحدهم وسط العرب. وده زود خوفهم من ان الجيش المصري يستخدم المطارات والقواعد العسكرية البريطانية اللي موجودة في مصر ضدهم. ومش كده وبس، ده كمان الرئيس الامريكي ايزنهاور ما كانتش علاقته بالصهاينة قد كده، بمعنى ان ما كانتش كل طلباتهم مجابة. وموقف ايزنهاور ده مع الصهاينة عشان بس يحسن العلاقات بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر. فالموساد للمرة المليون قرر انه ينفذ عملية جديدة يشغل بيها الاجهزة المصرية بعمليات التخريب، وفي نفس الوقت ده كان هدفها الاساسي. والخطة اتسمت بعملية لافون على اسم وزير الدفاع الاسرائيلي بنحاس لافون، عشان يبدأ هو بنفسه في التخطيط للعملية دي. والتخطيط كان هدفه عمليات تخريبية في كل انحاء مصر، زي تدمير المنشآت العامة وخطوط السكك الحديد والسفارات وحتى السينمات، لأنهم اكتشفوا فشلهم في العمليات الاستخباراتية وغيرها من العمليات السرية. والهدف من العملية دي إنها تحرج الرئيس جمال عبد الناصر قدام العالم كله، وخصوصا قدام بريطانيا وأمريكا. ولما العملية دي تنجح فالعلاقات بين مصر وبريطانيا وأمريكا تتوتر، فبالتالي بريطانيا هترجع تاني في قرارها من الخروج من مصر. وفعلا بنحاس لافون كلف واحد اسمه إيفري إلعاد إنه يدخل مصر عشان يجند شباب يهود ويبتدوا في تنفيذ العمليات التخريبية دي. إيفري إلعاد ده عميل استخباراتي إسرائيلي، وكانوا بيعتبروه توب المجال، لدرجة إنهم ادوه كل الصلاحيات، شوف انت الصح اللي انت تعمله واعمله. طبعا مش لافون بس صاحب الفكرة، الاستخبارات كلها. ولكن العملية لما فشلت خلوا بنحاس لافون هو كبش الفدا وشال الليلة كلها لوحده. المهم، قدر إيفري إنه يكون شبكة سرية في مصر ووصل عددها ل10 أفراد، زي فليب ناتاسون ومارسيل نينو وصامويل عازر. اللي اتفرج على مسلسل رأفت الهجان هيعرف الأسامي دي. وظابط كمان اسمه ماكس بينيت، وكان ده يعتبر أهم واحد بعد إيفري العاد. ماكس بينيت ده دبر عدد كبير من التفجيرات في بغداد ضد الجالية اليهودية في العراق، والسبب بس عشان يخلق عداء بين العراقيين اليهود والعراقيين العرب. ولما ده يحصل هيجبروا الجالية اليهودية يهاجروا على إسرائيل ويعملوا الدولة اللي كانوا بيحلموا بيها. وفعلا وصلت التعليمات من إسرائيل للشبكة السرية عن طريق شفرات كانت بتتذاع في برنامج على الراديو الإسرائيلي عشان ينفذوا أول عملية في مصر. يوم 2 يوليو 54 تحصل أول عملية، وهي تفجير مكتب البريد في اسكندرية عن طريق شنطة متفجرات. وبعدها بحوالي أسبوعين يوم 14 يوليو تحصل العملية التانية في المكتبة الأمريكية في القاهرة واسكندرية، برضه بزراعة المخدرات. ووقتها اتقال إن سبب الانفجار كان ماس كهربائي. لغاية يوم 23 يوليو ومع احتفال الثورة حبوا يعملوا خطة أكبر وأشرس بمناسبة الاحتفال يعني، وهي تفجير عدد خطوط في السكة الحديد ومسرح ليفرو في القاهرة وسينمات مترو في اسكندرية. هو انتوا بتعملوا ايه؟ لكن بستر ربنا وحسن الحظ يفشل التخطيط. التخطيط فشل بسبب اللي نفذ العملية في السينمات هو فيليب ناتسون، او مش بسببه فعلا. اللي حصل ان المتفجرات اللي كانت معاه حصل فيها نوع من التفاعلات خلى نغم من اللي معاه يولع، وهو كمان ابتدى يولع. وطبعا محدش كان فاهم هو ايه اللي بيحصل والراجل ده بيولع ليه وازاي. وبطبع الشعب المصري ابتدت الناس انها تساعده، ومحدش جه في دماغه انها ممكن تكون عمليه ارهابيه مثلا، واحد النار ماسكه فيه وبيحاولوا يخلصوه منه. بس كان في فرد شرطه موجود وقتها شك ان في حاجه غلط، وخده بنفسه للمستشفى. وهناك الدكتور قال ان جسمه عليه بواقي بارود ومواد متفجره مخصوصه لتصنيع القنابل والالغام. والشنطه اللي كانت معاه كان لسه فيها قنبله ما اتفعلتش جاهزه للانفجار. واتقبض عليه فورا، واتحرك فريق كامل من الشرطة والمباحث لبيت فيليب عشان يفتشوه، عشان يكتشفوا انه مش بس بيت، لا ده كان معمل كامل متكامل لتصنيع المتفجرات ومواد كيميائية وقنابل متصنعة فعلا وجاهزة للتفعيل. وبالتحقيق مع فيليب أرشد على 2 كمان، وهم فيكتور ليفي وروبرت داسا.
اتولى التحقيق في القضية دي وقتها الرائد ممدوح سالم اللي بعد كده بقى وزير داخلية وبعدها بقى رئيس وزراء. في بداية التحقيق مع الثلاثة، واللي بالمناسبة أنكروا إن العمليات دي هم اللي بينفذوها بنفسهم، وإن مفيش أي أجندة خارجية أو أي جهة تانية بتحركهم. بالمناسبة هم كانوا يهود بجنسية مصرية، بل على العكس كانوا بيقنعوا فريق التحقيقات إنهم عملوا كده بسبب وطنيتهم، عشان يحسسوا الإنجليز إن مفيش أمان في مصر ويمشوا. ومع تكملة الاعترافات وصلوا لواحد رابع كمان اسمه صمويل عازر، اللي برضه وصلهم لواحد خامس اسمه مائير ميوحاس، وده كان أهمهم كلهم، لأنه كان السبب إنه يوقع الضابط ماكس بينت اللي هو كان اسمه جون دارلينج، اللي أسس شبكة في القاهرة واسكندرية. والضابط ده اعترف على دكتور كمان اسمه موشي مرزوق، كان دكتور في مستشفى العباسية ومسؤول عن الشبكة في القاهرة. ومع التحقيقات فضلوا يسحبوا بعض واحد ورا التاني، إلا واحد بس نجح في الهروب وهو إيفري العاد، اللي اتكلف من البداية من لافون بالتخطيط للعملية. واتشكلت بسرعة محاكمة لكل المتهمين في 11 ديسمبر من نفس السنة في محكمة الإسكندرية، وأصدرت الحكم عليهم كالآتي: الإعدام شنقا للدكتور موشي مرزوق وصمويل عازر، والمؤبد بالأشغال الشاقة لفيكتور ليفي وفيليب ناتاسون، والسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة لمارسيل نينو وروبرت داسا، والسجن 7 سنين لمائير ميوحاس أو مائير صمويل. أما الضابط ماكس بينت فهو انتحر قبل المحاكمة وصدر حكم مصادرة فلوسه كلها في مصر. وأخيرا البراءة الثلاثة كمان ما كانتش عليهم أي إدانة. طبعا بعد فشل العملية دي وكل العملاء اللي كلفوهم اترموا في السجون المصرية، خلى الإعلام والصحافة في إسرائيل يهاجموا حكومتهم. إزاي ده يحصل قدام العالم؟ دي كارثة. وقتها رئيس الوزراء الإسرائيلي أنكر معرفته بالعملية أصلا، ولبسوها لبنحاس لافون وأقلوه. بعدها بدأت الدول الأوروبية تفاوض الرئيس جمال عبد الناصر عشان يفرج عن المتورطين في العملية، وأهمهم طبعا كانت بريطانيا، بعد ما بعت وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خطاب لعبد الناصر بيطلب منه العفو عنهم وتسليمهم لإسرائيل. حتى الرئيس الأمريكي أيزنهاور طلب نفس الطلب بس بداعي الإنسانية يعني. لكن كل المطالب دي اترفضت وفضلوا في السجون المصرية لغاية بعد نكسة 67، وتسلموا في اتفاقية تبادل أسرى مع الصهاينة. جهاز الموساد حاليا في المركز العاشر لأقوى أجهزة المخابرات في العالم، وده رقم مش قليل. وبرغم كل محاولاتهم ومكروهم فربنا دايما حافظ مصر. ولكن اوعى تستهين بقوة عدوك، دي مش هتبقى الحلقة الوحيدة في سلسلة الجاسوسية. اتأكد انك مشترك في القناة عشان يوصلك كل حلقة جديدة عن الجاسوسية. شرفت بمتابعتكم.